لهم بالقيام بهذا الدور، على الأقل إبراء لذمتهم من الاتهامات اللي وجهها مسلسل الاختيار ليهم. وشكرا. شكرا. الأستاذ محي الدين. مساء الخير عليكم. الدكتور صاوي ذكر الدولة الحديثة، فإذا كان هو يقصد أو مقصود الدولة الحديثة اللي هي الدولة المدنية، تجارب العالم كله في التجربة المدنية اللي هي فيها ديمقراطية كان فيها شرطين أساسيين، اللي هو لا يتدخل الجيش في السياسة ولا يتدخل الدين في السياسة. فهل مصر مستعدة الشرطين دول عشان تتحول، وهو ده الأساس يعني، تتحول دولة مدنية؟ شكرا. تفضل يا دكتور صاوي. الجيش المصري حاليا كان أعيد بناؤه في فترة النكسة بعد الجيش المصري بتاع 36 من هزم شر هزيمة في يونيو 67، وتم إعادة بناء هذا الجيش عن طريق المجندين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وهو ده الجيش اللي عمل الأحداث بتاعة حرب 73. وبعدين هذا الجيش بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر لم يعد له أهمية تذكر، لأن الخروج إسرائيل من المواجهة العسكرية مع مصر ما خلاش فيه أعداء استراتيجيين لمصر. إسرائيل ليست لها أي أطماع في أراضي مصرية، وإسرائيل بتحاول إنها تبوس إيديها وش وظهر، لأنها أخرجت مصر من معادلة التحدي العسكري، وبالتالي لا يستطيع أي كومبينيشن آخر من قوى العالم العربي إن هو يمثل تحدي عسكري لإسرائيل. ولذلك لم يعد هناك دور استراتيجي يلعبه هذا الجيش غير التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة إيجاد دور له. وبهذا أصبح هذا الجيش جيش فاسد ينبغي حله وإعادة تكوينه من جديد. الجيش المصري بالشكل اللي هو موجود عليه حاليا لا يصلح لا للقتال ولا للحكم، ولذلك ينبغي على النظام الجديد اللي هيجي انه يعيد تفكيك هذا الجيش مرة اخرى ويبنيه على اساس مهني مش على اساس سياسي. ولذلك هذه هي اول مهمة ينبغي على النظام الجديد في مصر انه يعملها، يعيد تركيب الجيش المصري مرة اخرى لكي تتناسب مهامه مع ما يوكل إليه في إطار الدولة الحديثة التي ستقوم بعد انهيار هذا النظام الغير كفء، نظام عبد الفتاح السيسي. وشكرا. شكرا. ده مش الإجابة على السؤال بتاعي خالص. أنا بسأل الشرطين دول اللي هو عدم تدخل الجيش في السياسة وعدم تدخل الدين في السياسة، هل مصر مستعدة تحقق الشرطين دول علشان تبقى دولة حديثة؟ ده السؤال. شكرا. ده سؤال بتوجهه لي أنا ولا للشعب المصري؟ لا، أنا بوجهه للحضور في مناقشة الدولة الحديثة، لأي حد يحب يجاوب. لو عندك تعليق يا دكتور صاوي اتفضل. أنا لا أعتقد أن تجربتي مع الجيش المصري من 52 لغاية دلوقتي بتقول إنها كانت تجربة ناجحة. ولذلك ينبغي علينا إذا كنا عايزين نعمل دولة حديثة إن نخرج الجيش المصري من السياسة ومن الاقتصاد، بس بالراحة عشان ما نقطعش أوردة وشرايين وأنسجة حيوية. لأن الجيش المصري خلال 70 سنة اللي فاتت ديت تداخل مع كل أوجه الحياة في مصر، مفيش حاجة في مصر الجيش ما تدخلش فيها. ولذلك عشان نسلك هذا الجيش من غير ما نقطع بقى في الأجهزة الحيوية والكلام ده كله محتاجة جراح أعصاب بالراحة، وفي نفس الوقت علشان ما نستعديش الجيش على الدولة الجديدة
وفي نفس الوقت نقوم بالمهمة التي لا بد من إنجازها، وهي وضع الجيش في مكانه الصحيح في الدولة كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وليس حارسا عليها كما يشير الدستور المصري الحالي. الدستور المصري الحالي بيحط الجيش فوق الدولة، وهذا وضع شاذ ينبغي تصحيحه. وشكرا. شكرا. أنا آسف إنه يظهر لنا ما وضحتش السؤال. هقول السؤال تاني. هو واضح يا لا، أستاذ. واضح إن الدكتور ساوي يعني بيبعد عنه. طب يا إما في حد من تاني حقه يا أستاذ طبعا محي، طبعا. أنا ندي فرصة للدكتور عبد الشافي لو يحب يعلق. لكن هو أي حد يكون فهم ما أقصد من السؤال يعني. شكرا. اتفضل يا دكتور عصام. جزيلا. يعني ملاحظات سريعة. قدمت أسهاما محدودا نشر منذ سنتين في إحدى المجلات العلمية حول مراحل أو مستويات أو أدوات إدارة العلاقات المدنية العسكرية في مصر، ومنشور دراسة في حوالي 30 صفحة تقريبا أو أكثر، منشورة في إحدى المجلات العلمية. الرابط يمكن أن نوفره لحضراتكم. نحن أمام مؤسسة مهيمنة بهذا المصطلح، مهيمنة، وتفكيك الهيمنة هيحتاج إلى فترات انتقالية، لأنه في الأخير هذه الفترات كما أشار الدكتور الصاوي تحتاج إلى جراح أعصاب. هذا الجراح الأعصاب هو ما نسميه بالمراحل الانتقالية، لأنه في الأخير هناك تحدي آخر مهم عليه رحمة الله سعادة اللواء عادل سليمان. يعني نتمنى من الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويدخله واسع فسيح جناته. كانت له مقولة شديدة الأهمية سمعتها منه نصا في 2014، أن هناك يعني سياسات دولية لتفكيك الجيوش الوطنية في المنطقة العربية. سياسات بهذا المصطلح، سياسات دولية لتفكيك الجيوش الوطنية في المنطقة العربية. تم تفكيك الجيش العراقي عبر 3 حروب كبرى في مواجهة مع إيران 8 سنوات، عملية غزو أعطي له فيها الضوء الأخضر في الكويت، وتم ضربه وتدمير جزء كبير من مقدراته 1991، ثم تدميره في غزو كامل وحله وتسريحه سنة 2003. وتم أيضا استهداف الجيش الجزائري، باعتبار أن الجيش المصري والجيش الجزائري والجيش العراقي والجيش السوري هي أكثر الجيوش الوطنية التي كانت المستهدفة، لأنه باقي الدول لا توجد بها مثل جيوش بهذا الحجم، بهذه بشاركت في حروب ولديها تجارب ولديها ممارسات. الجيش العراقي تم استهدافه في 3 حروب وتفكيكه وحل وتسريحه. الجيش الجزائري تم استهدافه في عشرية سوداء نالت من إمكانياته وقدراته وشوهت من صورته الذهنية لمدة 10 سنوات. الجيشين السوري والمصري تم استهدافهما في مواجهات شعبية، وبدلا أن يوجه سلاح هذه الجيوش لصدور الأعداء أصبح يوجه لصدور المواطنين. فهذا في إطار مخططات الاستهداف. ففي إطار بناء وإدارة علاقات مدنية عسكرية جادة وفاعلة تحافظ لنا على جيشنا وتحافظ لنا على مقدراته، لأنه في الأخير كل ما لدى هذا الجيش من إمكانيات وقدرات هي ثروات للشعب وثروات للدولة وثروات للوطن، ويجب الحفاظ عليها، وليس فكرة الاستهداف والحل والتفكيك. الحل والتفكيك له مراحل وله أدوات وله ضوابط، ولدينا عشرات التجارب يجب أن نستفيد منها. لست خبيرا للمرة الثانية، ولكن يمكن الاستفادة من خبرائنا في هذا المجال، وأعتقد أن إسهامات متميزة للأستاذ الدكتور عبد الفتاح ماضي الذي نشر عشرات الأوراق البحثية، ومؤخرا صدر له كتاب العام الماضي حول هذا الملف في غاية الأهمية للاطلاع عليها. كتاب أيضا وزير دفاع إسبانيا وهو مترجم باللغة العربية حول إدارة العلاقات المدنية العسكرية، أيضا كتاب مهم في هذا السياق، ويجب دراسة التجربة الإسبانية في هذا الانتقال، تجربة إندونيسيا، تجربة البرازيل، تجربة الأرجنتين، تجرببة تشيلي. تجارب مهمة نتعلم منها ونأخذ منها ما يتوافق مع واقعنا وحياتنا ونموذجنا التجريبي. السؤال اللي أشار إليه الأستاذنا الفاضل محي الدين كاتب، عدم تدخل الجيش وعدم تدخل الدين، معناها إدارة ملفين: كيف ننظر إلى الجيش وكيف ننظر إلى الدين. كيف ننظر إلى الجيش وكيف ننظر إلى الدين. هل ننظر إلى الدين باعتباره مكونا راسخا من مكونات هذه الدولة
يجب الحفاظ على وجوده وتأثيره توجيها وتربية وتقييما ومصدرا من مصادر التشريع، هذا مسار ومستوى. ولكن من الذي يقرر ذلك؟ الذي يقرر ذلك هو ورش عمل، خبراء، تجارب عملية، دراسة واقعية لواقع مصر في هذه المرحلة. هل الأمر قاصر في هذه الحالة عن هل من الوارد مثلا أن يتم الحديث في مصر عن دولة علمانية بالمصطلح بين قوسين مثل النموذج التركي على سبيل المثال، أو النموذج في أمريكا، أو النموذج الفرنسي، أو كثير من النماذج الأوروبية؟ هل هذا وارد؟ أيضا الأمر لا يخضع لوجهة نظر شخصية مني أنا عصام عبد الشافي أو حتى لمجموعة المفكرين الحاضرين والأساتذة الحاضرين في هذا الاجتماع، ولكن يخضع في الأخير لاستطلاعات رأي، يخضع في الأخير لاستبيانات، يخضع في الأخير لاستفتاءات، لوقوف على رأي هذا الشعب فيما يمكن أن يتنازل عنه أو يرجعه أو يستبعده أو يحيده، أو كل هذه الأمور نقدم فيها مقترحات، نقدم فيها أوراق سياسات، نقدم فيها توصيات. ولكن في الأخير عندما نتحدث عن قرارات مصيرية ترتبط بهوية وترتبط بمواطنة وترتبط بمستقبل دولة، لسنا أصحاب قرار، ولكن صاحب القرار الأول الذي يجب أن تسند إليه الأمور هو الشعب. وهناك إذا مكن هذا الشعب من أن يعبر عن رأيه بحرية ونزاهة وشفافية عبر أدوات متعددة، وبعد أن يمكن أيضا عن أبعاد هذه وطبيعة هذه القضايا وهذه الملفات في إطار عملية بناء وعي مستمر، أعتقد أنه هذا الشعب كفيل أن يختار الاختيارات التي تعبر عن آماله وطموحاته. موقفنا من الجيش أو موقع الجيش في المعادلة، أستاذ محي الدين، إذا كنت قد فهمت السؤال صحيح، هل نحن لدينا استعداد للتخلي عن دور الجيش؟ ما هو المقصود بدور الجيش في المعادلة؟ لا يمكن في إطار هذه التراتبية أستاذ محي، نحن نتحدث عن الأمر في هذه الحالة مرتبط من وجهة نظري الشخصية. موقع الجيش في العملية السياسية في مصر مرتبط بمسار التغيير. مسار التغيير بمعنى لو كان مسار التغيير فوضويا عشوائيا دون قيادة ودون تيار وطني موجه، فستكون الكوارث على الشعب وعلى الجيش وعلى كل الفصائل والتيارات السياسية. هذا مسار. الفوضى لا تصنع إلا فوضى، والفوضى لا تؤدي إلا إلى تدمير لكل المقدرات ولكل الإمكانيات. إذا كان المسار تغيير ثوري، لدينا تيارات سياسية قادرة، لديها قيادات سياسية ورموز سياسية وتمتلك القدرة على تحريك وتثوير هذا الشعب ثورة في إطار ضوابط، في إطار أطر معينة، مثل كثير من التجارب الثورات الشعبية التي شهدها العالم المعاصر، فإنه يمكن أن يكون هناك حديث آخر عن أوضاع كل المنظومات السياسية والاقتصادية والعسكرية الموجودة في هذه الدولة. لأن في الأخير هناك تغيير ثوري، والتغيير الثوري أحد أهم متطلباته تغيير جذري وليس إصلاح. هذا مسار ثاني. المسار الثالث، لا ده احنا بنتكلم على توافق سياسي. مش أنا يعني، البعض يتحدث عن توافق سياسي، البعض يتحدث عن إصلاح سياسي، البعض يتحدث على إمكانية أن لا يترشح السيسي في انتخابات 2024، وهذا يمكن أن يكون مخرجا من مخارج الإصلاح السياسي في مصر، وبالتالي فتح المجال أمام عدد من المرشحين أو عدد من التيارات السياسية أن تقدم مرشحيها حتى لو كان من بين المرشحين مرشح عسكري. فهذا توافق سياسي. في هذا المسار الثالث، مسار الإصلاح أو التغير التدريجي لإدارة العلاقات المدنية العسكرية في مصر، فنحن نتحدث عن وجود جيش بمهام محددة بأدوار محددة لفترة انتقالية محددة. لا أقول حل وتفكيك وإنهاء لا، هذا غير وارد في المسار الثالث، لأنه في الأخير الجيش له مصالح، أو من يحكمون ويتحكمون في الجيش لهم مصالح سيحافظون عليها بكل ما أوتوا من قوة. فيكون المعادلة إدارة التوازنات لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات أو 10 سنوات، وبعد الفترة الرئاسية الأولى لأيا كان الرئيس القادم في إطار تغير سياسي إصلاحي، يتم التحول جزئيا أو تدريجيا أو إعادة الأوضاع اعتباريا للقطاع الخاص والقطاع الثالث أو منظمات المجتمع المدني. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصام. وردا على سؤال الأستاذ محي، عايز أقول إن الموضوع الدولة الحديثة تم نقاشه في المحور السياسي،
وفي نقطة كانت بتتكلم على، ودي هتخرج في المخرجات أعتقد، استقلال المؤسسات الرسمية والمنظمات الدينية ماليا وإداريا عن الدولة، وعدم تدخلها من طرف لآخر يعني. وديت هنشوفها إن شاء الله في المخرجات. فهو ده يمكن رد على كلامك، والدكتور عصام رد وافي. دكتور حسين ربيع.